معنا من حمص الناشط السياسي حمزة الحمصي. سيد حمزة، ماذا عن الوضع في حمص؟ ونشاهد الآن صور مباشرة من تبليسة في هذه المدينة. تلبيسة عفوا. أول شيء في هذه كلمة تبليس يعني الحرية. أنا من مدينة حمص. في حمص اليوم كان في مظاهرات بمختلف مناطق حمص. هلا وصلنا خبر عن مظاهرة بحي باب عمر. طبعا باب عمر اللي من اسبوعين صار عليها قصف وصار عليها مجازر وصار عليها قتل. اليوم خرجت باب عمر وانتقلت مظاهرة اخرى في حي الانشاءات تقدر بحوالي 5000 شخص. عبرت طرقات في محيط هذه المنطقة ثم تجمعت في الساحة الرئيسية في حي باب عمر. استمرت حوالي ساعة على ساعة ونص ثم انتهت التظاهر. الشيء الثاني طبعا هذا الحكي بمنطقة غربي حمص. أما المنطقة الشرقية من حمص مثل حي باب السباع مثل حي الخالدية مثل حي باب الغريب التعامل الأمني كان مختلف. كان في إطلاق نار على المتظاهرين، إطلاق نار حي على المتظاهرين بالإضافة إلى محاولة بعض سيارات الشرطة الاختلاطات عن طريق الدخول بين المتظاهرين، إما محاولة لجهتهم أو لتفريقهم اليوم. هذا الشيء اللي صار بالخارجية. كان في حوالي 1000 ل 1500 شخص متظاهرين. تم إطلاق النار عليهم بهاي. المميز بشكل كبير أن الشباب بعد إطلاق النار وبعد الهدوء بشكل بسيط يعودوا للتجمع ولإطلاق شعاراتهم. طبعا عندما يطلق النار عليهم يرتفع سقف المطالب. كنا نطالب بالحرية كون هاي جمعة آزادي تحية للشعب القدير السوري. كلنا في الهم سوري، كلنا في الهم سوري، كردا عربا تركمانا مسلمين مسيحيين سنة شيعة علوية دروز، كلنا في الهم سوري، كلنا في الهم سوري. هذا يجرني لسؤال سيد حمزة عن طبيعة الشعارات المرفوعة. كنا قبل قليل نسمع المتظاهرين في تلبيسة يرددون ربما باللهجة الكردية لا سلفية ولا إرهاب، الإعلام السوري كذاب. ماذا عن طبيعة الشعارات المرفوعة هذا اليوم؟ أنا كنت أقول لك إنه أول شيء كان شعار سلمية حرية، لكن لما بصير اطلاق النار، لما بيدخلوا عليهم، لما بيعود الشباب يتظاهر مره ثانيه يرتفع السقف الى الشعب يريد اسقاط النظام. هل هناك اجراءات امنيه يمكن ان تصفها لنا عن طبيعتها؟ طبعا انا جلست صباحا في بعض احياء حمص لمراقبه الوضع. كان في تركيز امني يعني بكل ساحه بكل حي من احياء حمص عربتين لنقل الجنود. طبعا عربات النقل الداخلي حتى يعني لا يحترموا انفسهم، عربات النقل الداخلي العاديه البسيطه يلبسوا الجنود فيها يوزعونهم على رؤوس الاحياء من اجل تقطيع اوصال المدينه. في حمص هذه ميزه من 3 أسابيع حتى اليوم تقطيع اوصال المدينه، لانه كان الاسابيع اللي قبلها كان الشباب ينطلقوا من مكان يجولوا بمسيره سياره باتجاه المكان الثاني، ينضموا الى اصدقائهم بالمكان الثاني، ينطلقوا الى حي اخر الى حي. تبدا التظاهره ب 500 شخص تنتهي ب 10000 الى 15000. هذا الحكي من 3 أسابيع، لكن من اسبوعين الى اليوم تقطيع اوصال المدينه بكل دقه. هذا الكلام انا اقول لك اياه بكل دقه، تقطيع تماما باوصال المدينه. شكرا لك حمزة الحمصي، كنت معنا من حمص.